السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بونجور يا كيوتات. اليوم بدنا نعمل أول شي هون بدنا نعمل شوربة عدس. أوكي، مكعبات بصل بنشوحها بهذا الشكل، ومكعبات جزر بنشوحها، مكعبات بندورة، كم سنة توم. أوكي، هون كمان بدنا نعمل دجاج. هون مكعبات بصل في زيت بنشوحهم كويس. هون بنكمل العدس، بنحط كمان مكعبات بطاطا بنشوحهم كتير كويس. بنحط فلفل حار، ما بحب على العدس فلفل أسود، فلفل حار أو فلفل أبيض. أوكي، بنضيف العدس، بنشوح كل هذا مع بعضه، الجزر والبطاطا والبندورة والحار والعدس بنشوحهم كتير كويس. شايفين شكله بشاهي يمي. نضيف ملح وكركم وماجي، بنخليها ونضيف مي، بنخليها حتى تستوي تماما، الخضار يستوي يدوب يدوب دوب والعدس. اوكي، بعدين بناخده بالهاند بلندر او بالمونوليكس. اوكي، بنفرمه كتير كويس، وبنرجعه تاني بالطنجرة هيك قيمة دقيقتين 3 بيكون استوى معنا. اوكي، بدك تضيف عليه كاري، بدك تضيفي عليه معلقتين سبانخ كمان بيطلع طيب. ممكن تعملي بشعرية، ممكن بدون هيك. هون حطينا شرايح بصل، حطينا كم سنة توم كاملين. ضفنا الدجاج اللي عملناه بالخلطة قبل هيك مع بعض. اوكي، حطينا لبن وطماطم وبصل وتوم وزيت زيتون وبندورة. اوكي، وحار والبهارات اللي بدك اياها وكاري. بتعملي كل هذا بالمونوليكس، وبعدين بتضيفيه على الدجاج. اوكي، ممكن كمان تحطي حليب جوز الهند، حليب جوز الهند. اوكي، هون في الخلطة خلاص حطيناه في البصل والثوم، حطينا شرايح، ضفنا شرايح بندورة، مكعبات بطاطا كبيرة، حطينا عليه الخلطة وضفنا شوية مية حتى يستوي. هنا الدجاج استوى معنا تماما، بنشيله ونحطه في البايركس بهذا الشكل. اوكي، كمان بالخضار بالبهارات نفسها بنضيف عليه شوية من الصوص. اوكي، شوية من الصوص هيك. شايفين يمي، سوبر يمي. انا هيك حبيت، هذا اختياري، ضفت هيك معلقتين كريمة. اوكي، هون كنا حطينا مية، وين راح المقطع؟ حطينا مية وعليها منكهات وملح وشوية زيت، وضفنا لما بتوصل حتى الغليان بنضيف الرز، بنسلقه بهذا الشكل. اوكي، بنسلقه بيستوى تماما، بعدين بنصفيه. بنفس البهارات كمان بناخده بالقرفة بالورق الغار بالهيل، هيك بناخده بنصفيه تماما من مية السلق، وبنضيفه على الدجاج اللي بالخلطة اللي استوى معنا وطلعناه. اوكي، بنضيفه في البايركس بهذا الشكل فوق الدجاج. هي هذا المقطع، مية وملح وزيت ومنكهات. بس تغلي المية بنضيف الرز حتى يستوي معنا تماما، بنصفيه وبنضيفه فوق بايركس الدجاج بهذا الشكل اللي شفناه. اوكي، هون رحنا نسوي الدكوس، بندورة، سنين توم، بقدونس حار، فلفل حار، ماجي، ملح،
ماجي ملح ممكن شوية تحطي كمان معجون بندورة، ممكن لا، بندورة كفاية. اوكي، بنخلطهم في الهاند بلندر بهذا الشكل. بتكون جاهزة معنا الدقوس. بندورة، توم، بقدونس، فلفل حار، بهارات خفيفة، زيت زيتون، بتفرميه بيكون جاهز معنا الدقوس. اوكي، هذا مقطع الدجاج ما بعرف ليش بينعاد. هاي الدقوس جاهز معنا يا بنات. لما تستخدموا اللومي لازم تضغطي عليه بالسكينة هيك. اوكي، لازم تعملي فيه هيك فتحة بالسكينة. اللومي ضروري جدا عشان ما ينفجر او هيك او يحرق حدا لا قدر الله. اوكي، خلصنا الدقوس. هون الدجاج جاهز معنا. هون عملنا جوز، عملنا عصير وتلج. اوكي، تلج ومية بارد وسكر خفيف وتلج. اوكي، بنحركه بهذا الشكل. هون جاهز معنا الدجاج والرز. البايركس صار جاهز معنا. سوينا سطح الرز، بنحط زعفران عليه بهذا الشكل. زعفران انا وماء ورد جاهز معي يعني، بخليه دايما بالثلاجة. وهيك سفرتنا الأخيرة، دقوس والكبسة وشوربة العدس. عن جد سوبر يمي، بتشاهي. هاي الكبسة الترند، حكولي بدهم الكبسة هاي اللي مع صوص مخبصة. سويت شوي، وهون كبسة عادية وهون كبسة على طريقتي. اوكي، بتمنى تكون الوصفة عجبتكم. اعملوا لايك وشير مشان يوصل للغير. كنتم مع روبي محمد. باي. كمان حطينا البايركس بالفرن، 10 دقايق. باي.